السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة وباحسن حال ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة تركية اسمها اصلك كيك. هي كيكة اصلك يعني مسقي، يعني بصوص مسقي، كيكة شوكولاتة كده جميلة جدا. هنا كان القالب اللي انا هعمل فيه دهنته بشوية زيت وبدرته بالكاكاو. دول هنا كانت كوباية دقيق عليها ذرة ملح، هحط عليها 3 معالق كبار كاكاو خام. تمام. معلقه كبيره بيكنج باودر، انا هنا بحط معلقتين لان المعلقه اللي انا حطاها في البيكنج باودر دي صغيره. معلقه كبيره نشا، برضو حاطه معلقتين عشان المعلقه اللي انا بعمل بيها صغيره. هنا ديت رشه قهوه سريعه الذوبان. انا دايما في اي كيك شوكولاته بحطها لان بتعمل طعم خطير جدا مع كيك الشوكولاته. بقلب المكونات الجافه كويس جدا مع بعض، ادخلها كويس كويس في قلب بعض. هنا جبت الدورق اللي انا هعمل فيه المواد السائله بنفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها الدقيق، حطيت نص كوبايه سكر. لو انت حابه سكرها زياده هتحطي كوبايه سكر على كوبايه لبن، نص كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى دول 3 بيضات، لو البيض عندك صغير هتحطي 4 بيضات. انا بحط البيض يا بنات ورا بعضه. هنا حصلت حادثه بسيطه، الحمد لله ان البيضه وقعت في الطبق ما وقعتش بره. لو عندك البيض صغير هتحطي 4 بيضات. هنا دي فانيليا سايله، عندك فانيليا باودر حطي، بس خلوا بالكم من الفانيليا السايله ما تكتروهاش عشان بتمرر. اضرب بقى كويس المكونات لغايه لما تعمل يعني السائل يعلى ويعمل فوم زي ما انتم شايفين كده. ده بقى اللي بيخلي الكيكه هشه وناعمه وسوفت كده وجميله جدا. وبرده طريقه التقليب، بصوا انا هنا عشان مسرعه الفيديو باين ان انا بقلب بسرعه، لا انا باخد في اتجاه واحد. بصوا انا بجيبها كلها باتجاه واحد من تحت لفوق. بصوا ما شاء الله قوام الكيكه يا بنات، بصوا قوام الكيكه المظبوط، ولا تقيله ولا خفيفه زي ما انتم شايفين كده. قوامها قوام متوسط وبيبقى ناعم وتحفه. اجيب بقى القالب اصب فيه خليط الكيكه وخدوا منه بقى كله ايه، يعني ما تسيبوش حاجه. انا بقول لكم ان اللي عمل اختراع الاسباتولا ده يعني بصراحه ربنا يبارك له، ما بيسيبش تنطوفه في الحاجه. بصوا ما شاء الله. بصوا هنا كنت بوريكم، هنا بقى يعني بتعمليها بتخبطيها خبطتين، ودي حركه عشان الكيكه ما تقبش منك كده والشقه، فاهميني؟ بسكينه بقى بعود خله باي حاجه. بص هنا بوريكم الفقاقيع اللي في الكيكه، ده الهوا يا بنات اللي دخل في الكيكه من الضرب البيض والسائل اللي احنا حطيناه ده، ياكد لك من قبل الكيكه ما تستوي ان ما شاء الله الكيكه هتطلع هشه وطريه وتحفه. هنا حطها في الرف اللي في النص على درجه حراره 190، قعدت نص ساعه. بصوا ما شاء الله، بتعرفي منين انها مستويه؟ بتحطي الخله او السكينه في النص، طلعت معاكي ناشفه ما فيهاش عجين كده، الكيكه مستويه. نيجي بقى للصوص. هنا دي من نفس مقدار الكوبايه، كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. ممكن تحطي ربع كوبايه وتحطي مكعب زبده حسب ما انت عايزه. هنا معلقتين كبار كاكاو، فانيليا. ده كده الصوص الاصلي، يعني هنا بقول لكم ده الصوص الاصلي. دي اضافات انا حطاها، رشه الفانيليا ومعلقه كبيره اللي هي الشوكولاته الفرد، اي نوع بقى، اي نوع انت تفضلي. انا كان عندي الميكسيتيلا دي حلوه، يعني طعمها حلو، بتخلي الطعم تحفه. عندك شوكولاته خام حطي، عندك شوكولاته بالحليب، يعني المتاح عندك. مش عندك ومش عايزه تحطي ما تحطيش. بصوا هنا بندوب كويس. انا هنا كنت لسه ما شغلتش النار، بس بدوب كويس عشان السكر يدوب ما يحببش منك تحت ويكرمل. فانا بدوب المكونات كويس وبعد كده بشغلت النار على نار متوسطه. هو الخليط مش هتسيبيه لغايه لما يتقل، هو بس مجرد هنا بصوا بوريكم هو خلاص بيغلي من الجناب كده خلاص. اول ما يغلي من الجناب بصي قلبتي، هو سايل مش مربوط زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. انزلوا كده في التعليقات صلوا على النبي، وما تنسونيش في اللايك لو سمحتوا. اللايك 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 بعد اذنكم، لو مش مشتركه اشترك في القناه وزوديني كده باحلى صحبه يعني. هنا كنت خلاص انا طفيت. هنا بقى الكيكه انا هقطعها الاول، ليه؟ لان هو انا هسقيها بالصوص،
فانا عايزه اقطعها لانه عشان الصوص يخش في الشوكولاته في الكيكه كلها. انتوا فاهميني؟ هي اصلا ما بتتاكلش يعني في ساعتها، انت لازم تحطيها في التلاجة على الاقل 4 ساعات. يعني لو يوم كامل بتبقى احلى بصراحه. يعني انا عشان اوريها لكم، بصوا هنا ما شاء الله. تبتدي بقى تهزي توزعي، يعني توسعي كده عشان الصوص ينزل من الجناب ومن الحروف. بصوا يا بنات، خطيره خطيره، كلمه خطيره قليله على الكيكه دي، فعلا حلوه جدا. بتاكلي قطعه يعني كانك بتاكلي جاتوه اقتصادي وموفر. وطبعا شوكولاته، مفيش طفل في الدنيا ما بيحبش الشوكليت، وحاجه سهله وسريعه وفي البيت وحاجه نظيفه. بصراحه تحفه فعلا بجد جميله. بصوا ما شاء الله كانت من النص اتشربت ازاي. ماشي. بصوا هي هنا انا كنت حطيتها في التلاجة حوالي بالظبط ساعتين، لان انا اولادي ما كانوش قادرين يصبروا. هي الصح انها تقعد على الاقل 4 ساعات 5 ساعات يكون الصوص. بصوا انتوا لو هتلاحظوا هي اتشربت من النص ولسه في الجناب كان الصوص ما اتشربش، ما كانتش دخلت جوه الكيكه كويس. بس هم ما كانوش صابرين فحبيت اصورها لكم بصراحه قبل ما اقطع منها. بص هطلعها لكم دلوقتي. الكيكه رطبه من جوه من الصوص اللي شربته وهشه، اللهم بارك، تحفه بجد والله العظيم. جاتوه ببلاش يا بنات. بصوا ما شاء الله، والكيكه مرتفعه، هي كوبايه دقيق واحده. وبصوا حجم القطعه طالعه عامله ازاي. بصوا ما شاء الله هشه ازاي. بصوا الصوص متشرب في الكيكه ازاي. خطيره خطيره بمعنى كلمه خطيره والله العظيم بجد تحفه، من احلى الكيكات اللي هتعملوها. بصوا هوريكم دلوقتي، هقرب لكم. بصوا الكيكه شاربه ازاي الصوص. تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. متنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.